متى وانتم تضحكوا على الشعب؟ جاي تهضر لي على المروك؟ على الشعب الجزائري موش يشوف الاطباء مغربين في الجزائر والحاله الكارثيه تاع مستشفيات الجزائر. باش راك فرحان نتايا؟ باش راك فرحان بواحد معلق السيروم في شجره في بوطو؟ فرحان بالملاريا تاع تمراست والناس اللي داوي في السوق الاسبوعي، السوق الجواري، هذو فرحان بهم؟ فرحان بمنظومه صحيه اللي ما يعالجش فيها الرئيس تاعك وما يعالجش فيها الوزير تاعك والمسؤول تاعك؟ هذه اللي راك فرحان بها زعما وجاي تضحك على الناس؟ تهضر لي على المروك انايا؟ واش دخلني انا في المروك؟ المواطن الجزائري وين راهو يعالج؟ الطبيب اللي راهو يعالج في المستشفى الجزائري موش يروح يعالج في المروك؟ باش راك جاي تهضر لي على المنظومه الصحيه تاع المروك؟ داك النيف على المراركه ومخلي يعني شعبك نخبه بلادك يتمنى يقرا تخصص فقط. يقرا سيدي معليش ما كاش مناصب، خليه يقرا يكمل قرايته، يختص في كاش دومان، يختص في العيون، يختص في العظام، يختص في القلب، في الحنجره، في الانف، يختص في الدم، يختص في اختصاص خير من اللي يقعد بطال مريح شاد الحيط ومريح وتعطيه 1.5 مليون. يرب لها لي كيفاش واحد قرا 7 سنين تعطيه 1.5 مليون وتقول له ريح ما كاش لي بوست وتزيد ما تخليهش يخرج لبرا؟ هذه ما دارتها حتى دوله. السيسي ناجس وما دارهاش. ها من الاطباء المصريين كي عندهم فائض في الاطباء هم يخدموا في المستشفيات السعوديه والاماراتيه والخليج غير الاطباء المصريين. السعوديه تبكي على الاطباء، دول يا رب العالمين يبكوا على الاطباء، وحنايا 60 سنه استقلال ما كاش لي بوست، احكم بلاصه وريح، ما كاش تخصص، ممنوع، ما نقدرش نصرف عليك انا تزيد تقرا ثاني 7 سنين وخذ اخرى تخصص ولا 4 سنين ولا شحال يقراو من عام باش يديروا تخصص، ما نصرفش عليك. علاش تصرف عليه؟ دير له استثمارات في هذا المجال هذا وخلي المستثمر هو اللي يصرف عليه. المستثمر هو اللي يصرف عليه وهو اللي يخرج عقول جاهزين للمستشفى نتاعو. كلش عنده حل، غير عند الكهول ما كاش حلول. قطاع الصحه يا رب العالي في كل دول العالم يولوه اهتمام كبير وكبير جدا. احنا البطوله الوطنيه تاع البلوطه يصرفوا عليها اكثر من قطاع الصحه اللي هو القطاع الحساس اللي يوفر لك سلامه المواطن، لانه المواطن هو راس مال كل قوه اقتصاديه. ما تقدرش تبني اقتصاد بلا منظومه صحه اللي تعالج المواطنين. روحوا شوفوا منظومه الصحه مثلا في فرنسا شحال تدي؟ 250 مليار دولار. 250 مليار دولار منظومه الصحه في فرنسا. احنا قطاع الصحه في الجزائر ما يلحقش بالك مليار دولار ولا 2 ملايير دولار. قطاع الصحه في الجزائر بصح لما تشوف ميزانيه تبون تاع رئاسه الجمهوريه اللي يديها هو 533 مليون دولار، ولما تشوف ميزانيه ماكرون شحال يدي هو في الإليزي يدي 104 مليون دولار. لانهم هما يعني شوف لا ديفيرونس، شوف غير الفرق بين حكم الديكتاتوريين ولي جينيرو والحكم العسكري وبين دوله ديمقراطيه الحكم فيها للمؤسسات والدستور والقانون والحكم للشعب ورأي الشعب.